صوت ريفي أصيل امتزج بين ثناياه الطرب والشجن، شق طريقه الطويل معتمداً على موهبته وفطرته، ناهيك عن أدائه الغنائي الأخاذ الذي يدخل الروح دون استئذان. ذلك هو صوت داخل حسن. ولد داخل حسن علي الغزاوي في قضاء الشطرة في محافظة الناصرية، مواليد 1912 وسكنية الشطرة. تردد داخل منذ طفولته على مجالس الطرب التي يحييها المطرب محبوب العبد، الذي أعجب داخل به كثيراً. أن الغناء كنا نتبع الأفراح تصير هناك عندنا بالأقضية أو بالخارج. أنا والأخ حضير منزلك طول يصير عام 1927 انتسب داخل إلى سلك الشرطة، وبقى فيه 9 سنوات لم يهجر فيها الغناء، فكان يغني في الحفلات والأفراح العامة بمشاركة ناصر حكيم وحضيري أبو عزيز. عام 1937 انتقل إلى بغداد وعمل في البداية كمطرب في أحد المقاهي، ثم أنشأ مقهى خاصاً به. فيما بعد تفرغ داخل حسن للغناء، إذ عمل في دار الإذاعة مطرباً في قسم الغناء الريفي مع كبار المطربين آنذاك، إلى أن توفى والدي 37 حوالي. جيت طلبوا الإذاعة، جت الإذاعة قدام الأخ حضير الناصر، فباشرنا بالإذاعة. أنا غريب كانت الأغنية الرسمية الأولى التي يسجلها في الإذاعة بعد قبوله مطرباً معتمداً. أنا غريب بهالبلد أنشد وأدون، أسمر وشامة بالحيل عينه وسعة. أول أغنية اشتهر بها داخل يا حضيري بطل النوح، وأداها مع رفيق دربه الطويل المطرب حضيري أبو عزيز. ويا حضيري بطل النوح، يا حضيري بطل النوح، ودحجة يا عشوية ونوحك واظب داخل حسن على تأدية الوصلات الغنائية في دار الإذاعة وعلى الهواء مباشرة، واستمر ذلك لسنوات طويلة، ما أكسبه شهرة واسعة. المطربين الموجودين معدودين تقدر أحسبهم يعني مثلا غير أبو عزيز، رشيد طندلشي، القبنشي، داخل حسن، شاكر البنا، ناصر حكيم، زكية جود، سلطان يوسف، سليم مراد. ذني البنات اللي أنا شلنا يوم جمعة متنوعات ساعتين نجتمع. حفلة كل يوم جمعة نجتمع لكم حفلة ساعتين. فالمطربين كل واحد يغني 10 دقائق،
فمتوسع الناس فيه. وأجور الإذاعة كانت 750 فلس الحفلة. على الحفلة 750. الحفلة 750 فلس، بعدين صارت دينار ونص، وراها دينارين واستمرت بالزيادة والزين. فال 550 فلس هواية كانت بالنسبة إلها قيمتها يعني. إلها قيمتها. هني تقريبا شهر. وتنقطي المية السعد يا ابويا، وتنقطي المية السعد يا ابويا، بويا بويا يا ابويا، ويلي السعد يا ابويا. رغم كونه أمياً لحن داخل وكتب معظم أغانيه بنفسه، كما لحن له بعض الملحنين مجموعة من الأغاني كعباس جميل في أغنية يا طبيب، وهي أغنية مأخوذة عن لحن أغنية يم العيون السود لناظم الغزالي. يا طبيب صواب دلالي كلب، يا طبيبي دواي ما ينعرف، يا طبيبي جرحيني وقلبي بعذب، جرح زاد على الجروح وجاعه. يا طبيبي صواب دلالي كلب، لكن إضافة لمواظبته الغناء، اشترك داخل بالتمثيل والغناء في 5 أفلام سينمائية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. بر الهاب مسحوفنا، بر الهاب المعطور يسبق المشي المعطور، كيفين ما اخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور. امتلك داخل حسن حنجرة قوية ونفساً طويلاً، فضلاً عن بحة محببة تبث الشجن الدافئ لدى مستمعيه. في صوت داخل حسن كان لها رنين عجيب وتأثير خلاب على الأسماع، حتى أن كثير من الأصوات الريفية التي كانت تغني مع داخل حسن مثل ريم وغيرها كانوا يتحاشون بحته، لأن بحته كانت بحة تكفل له مساحة من المريدين من الأسماع. يعني لونه خاص يعني بيه. البحة مالته هي هذه اللي خلت الناس تتقرب عليه وتحبه أجد، وبعدين طبقته واطية حلوة قرار تجلب المجتمع الجلبة يعني. ولعلي من المقربين إلى داخل حسن بحسب الموقع الجغرافي، فأعرف سر من أسرار تلك البحة أن والدته طلبت منه عدم الغناء في الأفراح، وإنما يسخر صوته للقراءات الحسينية والمنبر الحسيني. لكن داخل حسن الذي مسكون بحب الغناء في داخله لم يمتثل لنداء أمه، فما كانت منها إلا أن تعمل على تشويه صوته، فسقت له الكحل بالقهوة في محاولة لأنه تخرب صوت داخل حسن. فظهرت تلك البحة جلية بصوت داخل حسن وأعطته جمالية وخصوصية وتفرد بها عن جميع المطربين الآخرين. قفص بايص باوي يوم البيض يوما بقي ترى لا ثم صحيت احو يا نار قلبي. أيضاً لداخل حسن مساحة صوتية واسعة ساعدته على التقلب بين المقامات المختلفة. استطاع المطرب داخل حسن أن يصل إلى الناس بسهولة، وذلك لخاصية صوته وطريقة أداء المنفردة، لأنه كل اعتادينا على المطربين الريفيين اللي كانوا يغنون
بذاك الوقت بأصوات عالية وحادة. وداخل حسن صوته قوي وطرب في آن واحد. مرات حبيبي من هلامك ولا سايح قلبك علي هنا يا من جنة وجني يا وقفنا ببابك والفيل جال ما ينسى شمالك نسيت احبابك والله احبابك. صوت الأستاذ داخل من الأصوات اللي تعتبر شجية، وكان سابقا يمتلك ديوان كامل. طبعا مسألة العمر إذا يسمح لي لها تأثير. الطبقات انخفضت عند الأستاذ داخل، لكن الجوهر بقى نفس الصوت ونفس الإمكانيات. يا كاظم وهجتي الهجران عالمها راح الشان سلوى الهوى ينالمها. راح الجان فيه القلب ينسى الدار راح مني وكثار والله بشاي وحق لزاد ما لزاد لي ولا ماي حبوب غذاي من رشفة مباسمها هجاء. الأستاذ داخل برغم من اختلاطه بمطربين وموسيقيين وسفرات العديدة ظل محافظ على النكهة الريفية الأصيلة. والحقيقة أنا عرفته من سنة 1954 55. حبيت صوته واعتبره رائد بهاللون هذا الغنائي الجيد الأصيل، اللون الريفي. وأنا أتشق مقشي داخل حسن. تشوف الليل هذا اللي بلا مليلات حرام لي كان في ساعة طرحت الراس. كان داخل من المطربين الذين ملأ الشجن أصواتهم وتشبع في داخلهم فجسدوه حسرات وآهات. تركت مبحث بياتي وتورى يهل دمع ويورجلنا واسبي. كان داخل حسن من المطربين الريفيين القلائل الذين غنوا الثنائي إذ اشترك مع المطربة بنت الريم في أغنية لو رايد عشرتي وياك. لو رايد عشرت وياك حشيلي كذب لا تطري أدور على صدقي أنا ضاع وبعد وأنا لقى. أدور على صدقي أنا ضاع وبعد وأنا لقى. عرف داخل حسن باستعمال مسبحة خاصة لازمته عند غنائه يتفاعل معها على نحو غريب وكأنها تساعده على ضبط الإيقاع. هذه مثل السولة يعني متعود عليها، بدون السبحة ما أقدر أغني. والصفقة هذه؟ والصفقة هم مثل ضبط إيقاع يعني؟ إيه ضبط إيقاع. الموسيقيين إذا يتيهون يمشون على إيدي. على عيد موسيقى وحلق موسيقي. يا سايقيني الضعلا وين الواد من بارقيتين وين بقلبي الشويات. هواي هواي هواي. في لقاء نادر مع التلفزيون العراقي عام 1978
يطل علينا داخل حسن بحوار شيق مع المذيعة نضال فاضل. يكشف اللقاء شخصية داخل المحبوبة الطيبة عبر لهجته الجنوبية الممتعة. ما تحب الصرجي؟ أعرف تريد؟ أقلوا لي الصار أسمع حار الرسياح، أقلوا لي الصار أشوفوا لي الدار، وشوفوا لي الدار وين أصبح وبهواي، أشوفوا لي الدار هواي 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 يا هواي، عليش ما ينشد علي هواي. اكو اغنيه معينه ترددها بينك وبين نفسك من اغاني ام كلثوم؟ افديه نقدر نسمع شويه منها. لكن مو انا ليش تختلف عندي؟ ما يخالف، هم بطورك. اخاف انهم يضحكون علي. لا بالعكس، خلينا نسمع شيء. شلون؟ لا لا هاي ولا هاي، لا موسيقى لا شويه. فدين حفظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد فما ساء أن أصنع. هاي وين وهاي وين؟ فدين إن حفظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد فما ساء أصنع. يعني أنت كم أغنية غنيتها؟ أنا مغني هواية يعني الرصيد كميتي بالإذاعة 180 أغنية. وأبو كاظم تشوف التلفزيون؟ إيه شو؟ الأشياء اللي تعجبك بالتلفزيون؟ والله تعجبني التمثيل العراقية أميلة، والأغاني الريفية أحبها، والباقي اختراني لا تخليني تخاف أطلع منها ويقتلوني. لا حيضت برجيلها ولا خذ السيد علي. عام 78 أحيل داخل حسن إلى التقاعد، حيث عاد إلى مدينته الناصرية ليعيش آخر سنين حياته. فما له من عودة ذهب الشباب فما له من عودة، فات المشيب فأين منه المهروب، قفص باي يوم البيض. يا ليت الشباب يعود يا ليت الشباب يعود يومين أخبره بالمشي بشعمه. لا 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 ولا عيني الهجع. لداخل حسن مكانة متميزة في الساحة الفنية العراقية، واحتراما خاصا عند النقاد والمختصين والمطربين. هذا الرجل القمة، هذا المبدع اللي ما يتكرر. على مرات يسألوني يقولوا لي منو أجمل صوت بالعراق؟ أحكيها بحيل صدر، أقول أنا صوتي جميل بس صوت داخل حسن أجمل من صوتي. صدقني يعني صوت داخل حسن السر والدفء والشغلة اللي عنده ما يملكها مغني بالعراق. وهذا الصوت يعني صوت داخل مصيبة، يعني صوت لا يتكرر، والدفء اللي بيه أنا أسافر عدة محافظات بالعراق، موصل حتى شمالنا الحبيب، وماكو واحد في أي محافظة أنا أزورها، بالرمادي في بعقوبة، ماكو واحد ما يحب داخل حسن. يعني فتح حالة عجيبة غريبة، وبينما هو مطرب جنوبي. لا تمر بينا لا تمر بينا ويمي ما ترضاش، لا تمر بينا اخ ويمي ما ترضاش، لا تمر بينا. يسمع حكينا يسمع حكينا الواش
الواشي والنمام يسمع حكينا الواشي والنمام يسمع حكينا عام 85 توفي داخل بعد رحلة طويلة مع الغناء، وودع الناس ذلك الصوت الأصيل الذي طالما ناجى قلوبهم بصدق أغانيه. وسيبقى داخل حسن سفراً متجدداً في عوالم الإبداع الغنائي. باقي الأحباب ليل الوقت شحبيق يا يما يا بايا